هو بسم الله الرحمن الرحيم كده في الاحماء زيزو كان هيتصاب وما كانش هيكمل الماتش. وبسم الله الرحمن الرحيم تاني من اول 5 دقايق كده انا بقول لك يا عم عماد يا نحاس طلع تريزيجيه ونزل اي حد. طلع تريزيجيه ونزل اي حد. اجي انا العب مكان تريزيجيه ابوس ايده. ما تبطل حنكشه يا تريزيجيه. ما تبطل حنكشه يا عم تريزيجيه. هتستفاد ايه من الحنكشه دي؟ ما الراجل مديلك الكوره حلوه اهي، ما تقطم لجوه والعب بشمالك. ما انت برضه حنكشت وفي الاخر لعبتها بشمالك طلعتها بره يا تريزيجيه. بس كان هيبقى شكلها احلى. نعيد تاني الضربات الثابته دي في وجود وسام ابو علي كنا بنشوفها اهداف من قبل ما يلعبها والله. في وجود وسام ابو علي كنا بنشوفها اهداف. قلت وهفضل اقولها كل مباراه، هفضل اقولها كل مباراه، كانت بتبقى اهداف. وقلت قبل اول ما وسام مشي قلت اكتر حاجه هنفتقدها هي الضربات الثابته، وزي ما انتوا شفتوا كده بالظبط ملهاش اي لازمه وملهاش اي طعم وملهاش اي لون. والله كوكا هي التصويبه شكلها حلو بس كانت محتاجه توطى شويه كوكا. مش معقول كده يعني، مش معقول. اما في كميه نجوم في النادي الاهلي، اما في كميه نجوم في ارض الملعب، اما في كميه نجوم قاعدين لهم على الدكه. ايه ده؟ يعني في ارض الملعب عمالقه في الكوره، عمالقه في الكوره زي بن رمضان، زي زيزو، زي ديانج، زي تريزيجيه كله. وقاعد لهم عمالقه على الدكه زي امام عاشور وبن شرقي ودنيا. ولحد دلوقتي في الدقيقه 24 و0-0 مع امي. يعني هو السبرنت ده كله يا تريزيجيه، السبرنت ده كله من الجول للجون وبعت اللعيبه كلها وقطمت لجوه انا خلاص قلت دي متشمعه، دي متشمعه يا تريزيجيه. في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ اذبح حاجه باربع رجول يا حبيب قلبي. اذبح حاجه باربع، اذبح فرختين، اذبح عجلين، اذبح قردين، اذبح اي حاجه، اي حاجه ان شاء الله. حتى تذبح الواد محمد هاني اللي اعمل اي حاجه يا تريزيجيه، مش هينفع. اخيرا يا عم تريزيجيه. ايه يا عم؟ الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا عم تريزيجيه وربنا الحمد لله على السلامه. في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ ايه الرأسيه دي بقى؟ ايه بقى الرأسيه دي؟ مين اللي عمل الاوفر؟ مين اللي عمل اكيد هاني. ايوه هاني اهو ورانا اهو. عالمي يا هاني، عالمي يا هاني وعالمي يا تريزيجيه. ارتقاء رهيب، ارتقاء رهيب من محمود حسن تريزيجيه وبيعمل رأسيه روعه الروعه. كده يا عم تريزيجيه ابوس ايدك بقى، اشتغل بقى، خلي المكنه تطلع قماش. حلو يا شريف، حلو حلو، بس مش دي الخطفات بتاعتك يا شريف خالص. انت كنت بتخطف خطفات احلى من دي بكتير، وبتروح بتلف وسطك 360 درجه وبتعمل شغل عالي يا شريف. ركز يا شريف الله يبارك لك. انت راخ، مش هنقعد نقول لكل واحد ركز باسمه بقى يا جدعان. وبعدين بتشوطها في الدقيقه ليه؟ ما البعيده موجود. كارت احمر لمحمد الشناوي. هل فيها كارت احمر؟ لا ما اعرفش. ايديه اليمين في وش الواد، بس ما اعرفش بقى هل لمست وشه ولا ما لمستوش، ما اعرفش، الله اعلم، ربنا يستر. القعده الاخيره اللي اتعادت دي دلوقتي انا شايفها ما فيهاش اي حاجه. اعتقد ان هو هيرجع دلوقتي للفار، واعتقد ان هو هيرجع يلغي الانذار خالص، بل بالعكس يلغي الطرد قصدي، بل بالعكس ده ممكن يدي طرد انذار للاعب انبي اللي ادعى ومثل ورمى نفسه في الارض. انا شايف كده كويس. من القعده الاخيره اللي اتعملت من الواضح ان هي ما فيهاش اي حاجه، وربنا يسهل ان شاء الله يبقى ما فيهاش اي حاجه. انا قلت لك هيرجع للفار وهيلغي الطرد، بس انا شايف والله بص في القعده ديت، بص في القعده اللي ورايا ديت، الحمد لله اللعبه الضربه الثابته اتلعبت والطرد اتلغى والدنيا مشيت زي الفل الحمد لله. انا بقى عايز افهم، عايز لوم شديد قوي على محمد الشناوي. انت ايه اللي مطلعك لحد هنا يا محمد الشناوي؟ ايه اللي يخليك تتهور وتطلع لحد المكان ده يا محمد الشناوي؟ ما انت عندك لعيبه الدفاع كانت في ظهره وكانت هتلحقه، ده غير ان الكره قلشت من على دماغه. انت كنت ممكن تودي النادي او ممكن كنت تودي المباراه في حته تانية خالص. عتاب شديد قوي عليك يا محمد الشناوي بصراحه في الكره دي. لعيبه الاهلي بادئه الشوط الثاني كده بدايه نظيفه، بدايه فيها شغل، بدايه فيها لعب، بدايه فيها كلام اتقال ما بين الشوطين في اوضه اللبس. يعني بصوا، يعني في حاجه حصلت بين الشوطين من عماد النحاس
والدليل ان في شغل شايفه في بدايه الشوط الثاني وهجمات وانفراد ضيق لتريزيجيه وتسديده من بن رمضان في حاجه اتقالت ما بين الشوطين من كابتن عماد النحاس. يا رب ان شاء الله يكون خير ونشوف بدل الهدف ده 2 و3 و4 باذن الله. شفت الراجل اللي دماغه شغاله، شفت الراجل اللي دماغه شغاله وهيعمل تبديلات يمشي بيها الدنيا. شفت الراجل اللي دماغه شغاله، شايف بن شرقي على الخط وتقريبا كده جراديشار رخر هينزل. يعني انا احب المدير الفني اللي يقرا الفرقه المنافسه كده سريع سريع ويبتدي يعمل تغييرات على اساس القرايه اللي قراها لهم. بامانه الله ما بحبش المدير الفني اللي يفضل مصمم على التشكيل اللي هو بدا بيه لحد ما الدنيا تخرب. ضربه جزاء لإنبي. يعني انا مش عارف هي ضربه جزاء ولا لا، والله للامانه والله ما اعرف، اقسم بالله انا مش عارف دي ضربه جزاء ولا لا، عشان ما ابقاش بكذب. ما اقدرش اقول ضربه جزاء او مش ضربه جزاء ابقى بظلم حد. انا مش عارف دي ضربه جزاء ولا لا، انا سايب الحكم ليكم. اكتبوا لي في الكومنتات انت شايفها ايه، ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. 1-1 من ركله جزاء يتعادل إنبي مع النادي الاهلي في الدقيقه كام بقى؟ في الدقيقه 65 وكانت في ايد الشناوي. والله مش عارف الشناوي بيروح مع كور كتير ما بيعرفش يجيبها ليه. انا مش قادر افهم ومش قادر افهم ازاي الاهلي بكميه النجوم اللي فيه ده ولا بكميه النجوم اللي فيه دي وبيحصل معاه كده. في حاجه غلط بقى. هي خطفه حلوه في الضيقه مفيش مشكله، بس ليه ما بتشوطوش في البعيده طيب؟ ولا هو الواد كان قافل عليه معرفش، بس هي خطفه حلوه والله خطفتني. انا قلت جون والله. الاداء مش هو ده الاداء اللي كنا منتظرينه خالص. انا بجد بسأل، عندي سؤال بجد نفسي اسأله بجد قوي. هي دي اللعيبه اللي كانت بتلعب كاس العالم للانديه اللي فات؟ هي دي اللعيبه اللي كانت بتلعب قدام بورتو قدام انتر ميامي؟ بجد هي دي اللعيبه دي ولا مش عارف يعني. هم اتبدلوا في المطار طيب ولا في حاجه ولا في ايه؟ معرفش. الموضوع ما كانش موضوع ريبيرو خالص، في حاجه غلط. يلا يا ابني، يلا يا عم بن شرقي، يلا يا جراديشار. ضربة جزاء يا حكم. ايه يا حكم في ايه؟ يا نهار تصويبة عالمية يا مروان يا عطية، حظك سيء قوي يا مروان. النجم امام عاشور اللي من ساعة ما اتصاب واحنا مش شايفين خير ابدا. قفشه نزل وامام عاشور نزل، يا رب يحركوا الملعب شوية عشان انا جبت اخري. اي فرقة عايزة نقطة او نقطتين او 3 تيجي تاخدهم من الاهلي. احنا بقينا يعني عباره عن كيس نقط اللي عايز يجي ياخد منه. اعتقد ان احنا داخلين على موسم كارثي من وجهه نظري. احنا داخلين على موسم كارثي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. شايفه اوفسايد وتسلل من بدري، بس ايه ده يا جدعان؟ ده والنبي ابوس ايديكم يا جدعان. ما فيش حد اتدخل هنروح في داهيه. لو ما فيش حد اتدخل ومسك اللعيبه ديت عبطهم بالليل في قلب ملعب مختار التتش هنروح في داهيه اقسم بالله. كده احنا داخلين على موسم كارثي فعلا. يعني حتى احساس المكسب شالوه مني، يعني احساس ان احنا هنكسب اللي كنت ببقى قاعد مثلا اقول لك لا احنا هنكسب دلوقتي، هنجيب جون دلوقتي، يعني هنجيب في البلاس 90 وقاعد في ثقه كده. شالوها من جوايا الثقه دي، مش عارف في ايه. مش شايف ان في حاجه هتيجي، يعني انا مش شايف ان في هدف هيجي. في سيطره، في هجمات، في عدم تفاهم، في عدم تركيز، في قله تركيز، وبرضه في قله ادب برضه كمان. فانا مش شايف ان في هدف هيجي. هي شكلها هتخلص كده. بقول لك احساس ان هم هيكسبوا او احساس ان الاهلي هيكسب اللي احنا متعودين عليه نزعوه من قلوبنا، يعني نزعوه من جوانا. مش عارف اقول اكتر من كده. خلاص هو فاضل دقيقتين والماتش ينتهي وخلاص، خلصت على كده. الماتش خلص خلاص، فاضل ثواني، فاضل 30 ثانيه والماتش يخلص على الدغري كده. انا بقولها لكم اهو، خلاص الماتش كده خلص 1-1. مات الكلام. هو خلص 1-1 كده خلاص 1-1. وانا نفسي حد يقول لي بقى ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي ده بالظبط. هارد لك للنادي الاهلي وجمهوره، ومبروك للنادي إنبي لان بالنسبه لهم ده مكسب، وشكرا ليهم.